عشان احنا سحبنا الكافيين اللي جسمه كان متعود عليه. انت كده بتخليه مدمن. اداكي لو رجع زعلك تاني وربنا يقدرني على فعل غير ايه ده؟ انت بتخلي الراجل يدمن. عرفتي انه بيخونك وعايز تاخدي حقك منه قبل ما تسيبيه. ليه يعني ليه؟ قبل ده فيديو النهارده انزل تحت اعمل كومنت سبسكرايب ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. عبثيات التيك توك. ظهرت على التيك توك من فتره يعني مش بعيده، بس هو ظهرت يعني عامه. استاذه اسمها ريم مصطفى. هي بالنسبه لها كل الرجاله خاينه، انت خاين وانت خاينه ويلا بينا. تعرفي ازاي اذا بيخونك ولا لا؟ لو قالك انه رايح في حته اعملي نفسك ما تعرفيش وكلميه اساليه هو فين. يعني مثلا قالك ان يوم الجمعه هيروح يتفرج على ماتش مع اصحابه، لما يوم الجمعه يجي يرفع سماعه التليفون، الو انت فين؟ ما انا قلتلك اني رايح اتفرج على الماتش مع اصحابي. لا انت ما قلتليش، انا اول مره اسمع الكلام ده. لو رد عليكي واصر انه قالك يبقى حرام ظلمناه، بس لو استعبط وعمل فيها انه نسي يبقى كداب وخاين، عشان انت كده خليتيه يفتكر انه قال التانية ونسي يقولك فاستعبط عليكي. وانت نازله معاه خدي معاكي حاجه ممكن ايه ده ثواني، ايه ده؟ طب ما ممكن يكون ناسي فعلا. واضح ان احنا داخلين على شلل. واضح ان انت هتنضمي مع جروب الخازوقات اللي كان في الفيديوهات اللي تبقى مع اي بنت. بنسى توكا صباع روج واعمل نفسك لقيتيها في العربيه. هو ايه ده؟ بتاعت مين دي؟ لو قالك انه مش عارف دي ايه وبتاعت مين يبقى غلبان وانتي ظلمه عشان انتي اصلا جايباها معاكي. بس لو رد وقالك ايه ده انتي لقيتيها؟ اصلا اختي كانت راكبه معايا وقعت منها وما كناش لاقيينها خالص، خاين وكداب وكل حاجه في الدنيا وانتي بتضحك عليكي. افضلي اديله معلومات. نسبيا ممكن يكون فاكر ان دي بتاعت اخته برضه يعني. ليه الصرف؟ ايه ده والله؟ رد عليا. ايه ده؟ غلط عنك في نص الكلام بس حاجات صغيره مش حاجه ميجر يعني، وبعدين بعدها بفتره انكري انك قلتي كده تماما. يعني مثلا لو قاعدين في مطعم اطلبي تشيز كيك من غير فراوله فيقولك ايه ده اشمعنى، فتقولي اصلا ما بحبش هو ايه اللي بتطلبي تشيز كيك من غير فراوله؟ ما عادي تشيز كيك. هتقولي للجرسون يعني عايزه تشيز كيك استروبري بس من غير فراوله؟ ايه الغباء ده؟ ما عادي. احنا اهتماماتنا اكبر من كده. انا مالي بقى تطفحي اي حاجه عادي يعني، مش فارقه معايا خالص. بعدها بفتره كلي فراوله قدامه فيقولك ايه ده مش انتي. والله العظيم احنا ذاكرتنا سمكيه ومش هنعرف ان انت ولا مش هنفتكر ان انت ولا بتحبي الفراوله، ولا لو كلتيها قدامنا عادي ما بالهنا والشفا عادي يعني. ليه الافوره؟ انتيش بتحبي الفراوله؟ انا هو في حد ما بيحبش الفراوله؟ لو ارتبك وغير الموضوع على طول يبقى افتكر انه لخبط حاجه بينك وبين البنت التانية وبيخونك. ما تسمحيش لحد. ده انت فضحتينا. هاتي لبعض. ازاي تخلي الشخص اللي معاكي ما يزعلكيش ويخاف على زعلك قوي؟ انت بتشوفي الشخص ده كل يوم، سواء بقى شغل دراسه بتنزلوا كتير ايا كان، عوديه انك كل ما تشوفيه بتديله كوبايه قهوه كده انت عاملاها على ذوقك، حاجه اخر دلع. عوديه على طول تنزلي الصبح تشوفيه صباح الخير كوبايه القهوه بتاعتك. طب والله فكر خير. طب والله العظيم فكر خير كويس يعني. دي اول حاجه كويسه تقولها في الفيديو لحد دلوقتي. اول ما يزعلك انت نازله النهارده الصبح وهو عارف ان انت زعلانه منه، هتقولوا لي اكيد مش هجيب له القهوه النهارده صح؟ غلط، ده شغل مبتدئين، احنا مستوانا اعلى من كده بكتير. اول لما تشوفيه اليوم اللي وراه هتقولي صباح الخير وتديله كوبايه القهوه بتاعته. قال يعني ما قدرتيش تنزلي من غير ما تجيبها له، بس هتكوني حاطه البن اللي فيها ايه؟ دي كاف ما فيهاش كافيين. في الاول هيقول طز ما تولع مش فارقالي اصلا. يا بنت اللعيبه ده حلو، عجبتني. واحده واحده وهيبدا يحس المخنوق، مش طايق نفسه، تعبان، مزاجه وحش. الكلام ده ليه؟ عشان احنا سحبنا الكافيين اللي جسمه كان متعود عليه. يوم ما تتصالحوا هترجعي له القهوه بتاعته بالكافيين بتاعها وحاجه زي الفل، هيبدا يحس انه رجع لطبيعته، رجع مبسوط، مزاجه بقى حلو، الجو. انت كده بتخليه مدمن. اداكي لو رجع زعلك تاني وربنا يقدرني على فعل غير ايه ده؟ انت بتخلي الراجل يدمن. عرفتي انه بيخونك وعايز تاخدي حقك منه قبل ما تسيبيه. ليه يعني؟ ليه تاخدي حقك قبل ما تسيبيه؟ خلاص خانك. شكرا سلام عليكم. ادي عليه وانت بتصلي. شكرا. تعمل ايه يا ريم؟ انا بجد قلبي مكسور ومش عارفه هو ازاي قدر يعمل كده فيا، انا ما قستوش في حاجه. يا ماما فوقي، دي حرب وانتي اللي خسرانه خلي بالك. حرب ايه ايه ده؟ ايه اللي حرب؟ مش هو لعب بيكي اللي بيها ملاهي ورقه وقلم اللي بيها ملاهي؟ يا نهار اسود على الجمله. ست الكل واكتبي ورايا. احنا نخليه ينام يصحى ياكل يشرب بيفكر فيكي، انتي وراه اياكي يعني. انت لو انت امه ايه اللي ينام يصحى ياكل تشرب بيكي؟ ايه ده؟ اياكي تروحي تقولي انك عرفتي، عشان خلاص عرفتي لازم تمشي، احنا عندنا كرامه برضه. كرامه مين باللي انت بتقوليه ده؟ كرامه مين ده؟ انتوا نفختوا الكرامه في الارض. ما انتي قاعده هتعامليه احسن معامله، بس هترمي تلميحات انك عرفتي. يعني مثلا لو عارفه انه كان معاها امبارح وهتنزلي معاه النهارده، اول لما طب هي هتعرف ازاي؟ يعني ايه هتعرف ازاي؟ ايه اذا كان لو هي صاحبتها والاتنين متفقين عليه هي هتعرف ازاي؟ ايه اللي لو كان صاحبتها معايا مش عارف ايه ده بقى؟ ايه عيله الكلمه بقى؟ بتشوفيها تقولي له ايه ده النهارده يوم مش يومها؟ ايه ده اتقفش انتي عرفتي، بس بعدين هتضحكي وتعامليه كأن مفيش اي حاجه، بالعكس ده انتي مزاجك رايق. على اساس انه مش هياخد باله يعني، على اساس انه دي بتهزر، دي بتقلش،
على اساس ان هو حمار. انت لو كده فانت مرتبطه بروبو او بكيس الزباله يعني يوم اقرب. لو بتعامليه كده تبقي معرفتيش، احنا عايزينه يتلخبط، عايزين يكون قاعد مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا لو مكانه عادي طز فيكي وطز فيها. تعملي فيك اكونت وتبعتي لنفسك رساله بتقولي فيها انه بيخونك وتوريها له. ليه كل اللفه دي؟ ليه كل ده؟ لما يتصدم وتخض اضحكي وقولي دي برانك اصلا وانت اللي عامله الاكونت وبعتها لنفسك. كل ده يعني انا افتح الفيس واعمل كرييت انا اكونت نيو اكونت واسجل برقمي واعمل باسورد واسجل بايميل واعمل صوره بروفايل والنيم والفريندز، وفي الاخر عشان ابعت رساله وفي الاخر اقول له ان ده برانك وانا اللي عامله؟ لا 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 لا. ايه انت ايه؟ امسحي رقم صاحبتك وخليها تكلمك وهو جنبك. الو، جنب اهو. لا استحاله يا بنتي، استحاله، مش هو، لا مش هيعمل كده فيا بجد. واقفلي. في ايه؟ انت ليه كده يا ريم؟ مين دي؟ لا مفيش، اصل صاحبتي جابت رقم جديد وبتسلم عليك على فكره. وهزري وتحكي كأن مفيش اي حاجه. لو عرفتي اسمها ابداي قولي كتير، يعني مثلا خلينا نقول اسمها نور، قولي انك تعرفتي على واحده في النادي اسمها نور وهتنزلي معاها النهارده، وكل شويه اتكلمي عن نور اللي انت بتعشقيها وبتحبيها ودمها خفيف جدا. كل ما يسمع الاسم هيتخض ويحس ان روحه بتتسحب كده، وانت اصلا بتتكلمي عن نور صاحبتك. ستي توكسيك يا بنات. ستي توكسيك ايه؟ الله يخرب بيتك. ده انت مش توكسيك، ده انت محل تكاسل. اعمل ايه؟ ما هو ضمنك يا حبيبتي، ليه يحط 100% مجهود لو ممكن يحط 5% ويوصل لنفس النتيجه؟ انت اللي غلطانه على فكره مش هو. لازم تسحبي منه احساسه بالامان. هو دلوقتي مطمن انه مهما عمل انت قاعده، اعمل نفسك هتقومي تمشي. ماشي، يعني هعمل ايه برضو؟ هتقومي تمشي بجد. فجاه وبطل ارد عليه تماما؟ لا طبعا، لو عملتي كده هياخد باله ومش هيعبرك. لازم تهزي الثقه الاوفر اللي هو حاسس بيها قبل ما تهديها. ما تقعش على دماغكم انتوا الاثنين يا ماما. يعني مثلا هتبعتي له رساله الساعه 8 تقولي له فيها اي حاجه مش هتفرق. هو طبعا عشان مش هيعبرك هيرد عليك الساعه 2 3 بالليل. معلش اصلي كنت مشغول ولا نايم ولا وات ايفر يعني. لا عادي، انا لسه مروحه اصلا. واقفلي موبايلك ما ترديش تاني. لسه مروحه يعني ايه؟ الساعه 3 الفجر. كنت فين؟ مع مين؟ هيتجنن، هيفضل يكلم نفسه طول الليل. ايه ده فهميني ده ايه؟ الصبح اديله اي حاجه. كنت بره مع صاحبتي وسرحت في الوقت. اي حاجه مش هتفرق، مش هو ده الهدف ال8 ساعات اللي قعدهم بيفكر فيكي. ابداي 8 ساعات ايه يخرب بيتك؟ ده هيكون نام عادي يعني جدا، ولا هيفرق معاه اي حاجه. ابداي منه فهيعمل اي حاجه عشان ترجعي زي زمان. خليكي ذكيه برضو، ما تبقيش بارده على طول، محدش بيتحمل كده. شويه وارجعي اهتمي تاني قوي، وبعدين احكي له موقف واصحابي الاهتمام، وبعدين رجعي اهتمي تاني. ايه يا انت ايه يعني عايزه تجننيه؟ وفي الفيديو اللي فات كنت هليتيه مدمن، والفيديو اللي قبليه عايزه تنتقمي منه. انت ايه؟ ازاي اخليه يندم انه سابني في لحظات؟ يعني احنا وصلنا لهذه الدرجه؟ يعني المره اللي فاتت كنا بننتقم لما هو عرفنا ان هو بيخونك، لا المره دي بقى هو اصلا سابك، خلاص سابك وانت بتحبي، اطلعي بره عشان كرامتك يا اللي عندك كرامه، وصلي ادعي عليه شكرا. من قبل ما يخلص كلامه اساسا. لو الشخص اللي انت بتحبيه فجاه قالك انا حاسس ان احنا محتاجين نسيب بعض، لو فضلنا اصحاب هيبقى احسن، تعملي ايه؟ مبدئيا انت في اللحظه دي هتكون ردة فعلك اجريسيف قوي، تحسي انك عايزه تهاجميه وتتخانقي على اي حاجه، بالذات لو جت فجاه. وبعدين العصبيه هتقلب معاكي بعياط وهتبداي تترجيني وعيد تفكيره عشان يمكن تصعبي عليه ويغير رايه. بس خلي بالك، هي دي ردة الفعل اللي هو عايزها ومستنيها منك. لو عملتي كده هيتاكد انه واخد القرار الصح. خلي بالك انت كده بالظبط كانك بتقولي له انا مش هعرف الاقي حد زيك، بس انت هتعرف تلاقي احسن مني. ليه يا ماما؟ ليه بالايه؟ حاسين ان انت اللي نزلتي بمستواكي وقبلتي بيه، وكون ان هو بيسيبك دي اكبر غلطه هيعملها في حياته. بس اكيد مش هتروحي تقولي كده في وشه، انت عايزاه يندم مش يكرهك. انت هتعملي عكس اللي هو متوقعه تماما. انا جاي اقولك فجاه وبدون اي مقدمات ان احنا محتاجين نسيب بعض. لو انت شايف كده ومتاكد ان القرار الصح، يبقى ربنا يوفقك في حياتك. بس شكرا، ده احسن رد، احسن حاجه انت قلتيها بجد. شكرا، بس شكرا، مش عايزين حاجه تاني. خلاص هو هيروح دنيته وانت روحي دنيتك، خلاص شكرا، مفضلها سيره، سلام عليكم، انتوا ارتبطوا بالحلال ما تقرفوناش بقى. البادي لانجوج يا بنات. شكرا استاذه ريم، يا ريت بقى نحترم نفسنا وما نعملش فيديوهات تانية ونقفل الاكونت ده. ازاي اخلي الاكس يعوز يرجع لي تاني في 4 خطوات بس. ستيب 1 4 خطوات؟ يا نهار اسود، لا ده احنا نتابع بقى. مره وانت قاعده حسيتي اني وحشك، رحتي بعتها له فما ردش عليكي فقعدتي تعيطي تاني. ابوس رجلك كفايه. هو ايه ده؟ هو في ناس كده بجد اللي بتتكلم عليه بجد؟ لا تكلميه ولا تبعتي له ولا تلايك بوست ولا تشوفي ستوري ولا اي حاجه من الكلام ده. وبلاش شغل الفيك اكاونت اللي بتشوفي منها الستوري عشان مش عايزاه يعرف ان انت، ما هو عارف. فجاه من انك كنت بتجري وراه وعايزاه يرجع لك لصمت تام، خليه يتفاجئ، خليه يتخض. الخطوه التانية، اختفي تماما. لا اختفي بجد، لا تخليه يشوفك لا على ستوري ولا على بوست ولا على الستوري بتاعت صاحبتك، ولا تروحي مكان انت عارفه ان هو فيه وتعملي فيه عبيطه. ايه ده انت هنا؟ لا. اقطعي علاقتك بالسوشيال ميديا 2 3 اسبوع. انت مش بس مش معبراه، ده انت اختفيتي
تعملي ايه؟ الخطوه الثالثه، النسخه الجديده منك. يعني ايه؟ يعني في الفتره اللي انت مختفيه فيها تبداي تشتغلي على نفسك. كل المجهود اللي كنتي بتحطيه فيه تقريبا الخطوه الثالثه دي تكون كويسه، فخلينا نشوف يعني يمكن فيها. حطيه في نفسك. اعملي سكين كير روتين، خلي بالك من شكلك، ده ركزي على شغلك او دراستك. ايوه بس ده مش حاجه ثانيه، وقف عند الخطوه الثالثه دي واقطع الفيديو خلاص. بس الخطوه الرابعه ايه؟ يعني من الاخر حبي نفسك من غيره. صدقيني اول لما تبداي تحبي نفسك ما انتيش هتعوزيه اصلا، وكل ما انتي تعرفي قيمه نفسك اكتر وتبداي تعوزيه اقل، كل ما انتي هتبقي مور ديزايربل بالنسبه له. الخطوه الرابعه هيتجنن فيها. مش بس دي انتي، ده كمان ما عندوش اكسس للنسخه الجديده والمتطوره منك. وعلى فكره ايه نسخه جديده ومطوره؟ انا نازل لك ابديت يعني. ايه ده؟ لاقين كده خديها قاعده في حياتك. مش راجل يبقى كداب. ايه اللي مش راجل يبقى كداب؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انا ما هبتش على المكتب النهارده. هو في ايه؟ وايه اللي مش راجل يبقى كداب؟ ما هو كده حضرتك يبقى. لو شك انه بيحاور عليكي هيديله نفس اللي هو قاله بس غيري تفصيل صغير. يعني مثلا كان بيحكي لك عن يومه وقالك ان هو راح مع خالد صاحبه وقعدوا في كافيه، وبعدين قبل ما يروح عدى على احمد شويه وقعد تحت بيته. بعدها بيومين رفع سماعه التليفون. الو، هو الكافيه اللي انت كنت قاعد فيه مع احمد كان اسمه ايه؟ اصل انا واصحابي عايزين ننزل بس سقنا من المكان اللي احنا بنقعد فيه. لو صحح لك المعلومه وقال لك لا كنت مع خالد ساعتها، يبقى غالبا مركز في الكدبه كويس. اما كان ايه اللي مركز في الكدبه كويس؟ هو انت كده كداب وكده كداب؟ لا 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 لا, لا. كتير والله، كتير اللي بيحصل فيا ده. كتير ريم مصطفى وإسراء نبيل ومحمود الجمل الفيديو الجاي وهشام بتاع الفود بلوجر ورعد وكنزي واسيا وام اسيا. يعني 7 يا جدعان، 7 في 6-7 فيديوهات بجد. ده كل فيديو خازوق. ما كانش بيكدب ساعتها مع اني اشك. لو رد عليكي ايه اللي مع اني اشك؟ ما هو الراجل كان كويس وقال لك اسم الكافيه من غير اي حاجه يبقى كداب. لو بيرد عليكي الطريقه دي ما عادي، هو مش هيفرق معاه، هو هيسجل. الذاكره دي سمكيه عندنا كلنا قوي على حاجه ما تستاهلش. يعني لو قال لك مثلا ما عرفتش ارد عليكي امبارح عشان نمت بدري قوي. ايه ده غريبه، يعني نمت الساعه كام؟ هو ايه اللي نمت الساعه كام؟ انت هتحققي معايا ما انام وقت ما انام؟ بجد بقت حاجه خنيقه قوي. مع ان عنده حق والله العظيم، هو عنده حق وانت خنيقه بجد عشان تعبت. السؤال اللي انت سالتيه ما كانش فيه اي حاجه، هو عايزك تتخضي من طريقته وتعدي الموضوع. لو هو بيتكلم بيفضل يوصل. الراجل عنده حق. لو قاعد بيلومك على حاجات انت ما عملتهاش، بيعمل حاجه اسمها بروجكتنج. بيبدا ان هو يشوف فيك الحاجه اللي هو بيعملها. يعني لو في مره ما ردش عليكي عشان كان قاعد مع واحده تانية، يوم ما انت ما ترديش عليها تلاقيه بيقول لك انت ما ترديش عليا ليه؟ انت بتخونيني؟ انت لو ما ردتيش انا هعرف ان انت بتخونيني. انت اوفر انت والبت دي، انتوا الاتنين اوفر. وانت نايمه اساسا بس هو شايف فيك الحاجه اللي هو بيعملها. طب ما هو ممكن يكون شاكك فعلا. يعني ليه الافوره؟ ليه تكبير المواضيع؟ سي توكسيك. دي توكسيك ايه يا اخي بيتي؟ كل الجمله دي بتضايقني. اعرف منين اذا الشخص اللي انا معاه نرجسي واتعامل معاه ازاي؟ هتكلم مع الشخص النرجسي من ناحيه العلاقات العاطفيه. الشخص النرجسي بيفضح نفسه بنفسه، بس انت محتاجه تكوني عارفه انت بتدوري على ايه. في اول العلاقه كل حاجه كانت ماشيه بيرفكتلي واحسن من بيرفكت كمان. كان مغرقك حب وهدايا وكلام حلو وكل حاجه انت نفسك فيها واكتر كمان. انت مبسوطه انبساط وحاسه انك حرفيا عايشه في فيلم، لدرجه انك بدات تسالي نفسك هو في حد فعلا بيرفكت للدرجه دي؟ لا، مفيش حد بيرفكت. الواد ده توكسيك، الواد ده هيكون توكسيك، وهي هتقول ان هو دلوقتي توكسيك وان هو نرجسي وابن 60 كلب وصرمه. في حد بيرفكت ليكي عنده عيوب انت متقبلاها وبتحبيه بيها، بس مفيش حد بيرفكت للدرجه دي. اول لما تحسي الاحساس ده ان هو حرفيا مفيهوش غلطه، اعرفي انك بتتعاملي مع شخص نرجسي. وبعدين فجاه هتلاقي الدنيا دي شغاله معاكي من انهي ناحيه؟ حرفيا هيتحول لبني ادم جديد. هتبداي تشكي في نفسك، انا عملت ايه غلط؟ احنا كنا ماشيين حلو قوي، اكيد انا اللي عملت حاجه تخليه يقلب عليا للدرجه دي. انت اوفر والله العظيم، انت اوفر. وبعدين في يوم يرجع يحبك قوي، وبعدين يتجاهلك اسبوع، وبعدين يرجع بيموت فيكي، وبعدين يرجع مش معبرك تاني شهر. النت عنده قطع. سعادتك واحساسك انك مبسوطه هيرتبط برضا عنك ولا لا. نتعامل مع الشخص النرجسي ازاي؟ اسحب الباور والقوه نتعامل مع الشخص النرجسي، نسيبه ونمشي. اللي انا اديتها له وارجعها في ايدي تاني ازاي؟ اكسبي في لعبته. اكبر عقاب للنرجسي هو انك تتجاهليه. متضايق منك في داهيه ما يتضايق، بيشك فيكي ما يشك انت ما عملتيش حاجه غلط. بطلي انك تحاولي ترجعيه للشخصيه اللي هو كان رسمها لك في الاول، عشان دي شخصيه خياليه هو مخترعها اساسا. واعرفي كويس ان انت مش بتحبيه، انت بتدوري على شاط الدوبامين والسعاده اللي بتجيلك اول لما تحسي ان هو راضي عنك. انا ممكن اكتب كتب عن النرجسيه، لو عايزين فيديو زي دي تاني قولوا لي واعملوا لي فولو في المكان التاني. سي توكسيك. يلا نرد على شويه من الرسائل اللي جات لي في المكان التاني. ابقى فضفض لك، حسيتك وسخه بتجيبين لي انتقام قوي. الواد ده توب الواد ده توب والله العظيم، الواد ده توب. يا جماعه لما بنطلب من حد حاجه ما بنشتموش. عنده حق. انا مبسوط عشان انا مش قايلها، انا بتفق معاه.
عادش يكلمني بقى. اللي بعدها دي حكتني الصراحه. هاي ازيك، ممكن طلب ارجوكي، عاوزاكي تديني خطه العن ابو اللي جابوه. تخيلي اكتشفت انه كان بيتسلى وهو قال لي انه بيحبني. ارجوك انقذيني، هو مبتعد هالفتره وبالصدفه عرفت انه كذاب وما بيحبنيش. بليز هيلب، ابغى اكسر قلبه لما يرجع، ابغى اخليه يندم على اليوم اللي شافني فيه. ايه يا وليه، ايه يا وليه، يخرب بيتك، ايه ده؟ حصل موقف قدامك انت فهمتيه بطريقه غلط. لا احترمتك في اول مره تقولي حاجه، يعني تالت مره تقولي حاجه صح في الفيديو. سيبيه، وصاحبي واحد بنفس اسمه اطول منه. انت ايه ده كنت لسه بشكر فيك دلوقتي، يخرب بيتك. تعالى اقول لكم على اسباب جديده تنكدوا عليهم بيها. كمان لو بيلبس نظاره، هو بيلبس نظاره ليه؟ ايه اللي بيلبس، ايه ده، في ايه، مالك؟ مش عشان يشوف كويس؟ ولما يشوف كويس مش هيبص على البنات التانية كويس؟ ريد فلاج. ايه اللي بيلبس نظاره ريد فلاج؟ انت بتقولي ايه اللي بيلبس نظاره فريد فلاج؟ لا احترم نفسنا عشان احنا محترمين، او اغلبيه اللي بيلبسوا نظاره محترمين. بيشرب قهوه عشان يفوق، محتاج يفوق لي لو انتي مش ممله. ده منك. انت ايه ده طب انا بشرب قهوه عشان اعدل مزاجي، هاتيلي بقى حجه بقى. لو مطنش وجودك، غالبا من كتر ما هو معجب بيكي وجودك بيوتره فبيطنشك. لو عامل لك بلوك في كل حته، انت عارفه لو عامل كده ده اوبسيست بيكي، مهووس، انت محور حياته كلها. هو عامل لك بلوك ليه؟ عشان تلاقي الستوريز بتاعته كلها عباره عن قد ايه هو بيحبك. لو قالك ما ده ايه التضاد اللي يخول معانا ونوضحه ده؟ كده خلصنا الفيديو. متنساش انك تنزل تحت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتنزل هتلاقي لينك الانستجرام وتويتش وفيسبوك وتيك توك تحت في الديسكربشن. وبس كده، صلي على النبي وسلام.